تفتكروا احنا بنحب الافلام الرومانسيه دي عشان بتدينا امل حتى لو كذاب، ولا عشان وسط فوضى وقبح الواقع بتقول لنا لسه في فرصه ولسه في حد ممكن يفهمك ويكملك؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ريل دراما. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن افضل 7 افلام رومانسيه من وجهه نظري. رقم 7 معانا في قائمتنا هو فيلم ذا فولت ان اور ستارز. قصه الفيلم بتدور حوالين 2 مراهقين بيصارعوا المرض. الفيلم بيسالنا طول الوقت عن معنى الحب وعن الوعد وعن جدوى وجودنا اصلا في الحياه، وهل المرض يمنع الانسان انه يحب ويتحب؟ لكن السؤال الاهم، هل الحب دايما منصف؟ ولو كان حقيقي هل بيكون كفايه؟ رقم 6 معانا في قائمتنا هو فيلم تايتانيك. الفيلم بيقول لنا ببساطه ان الحب الحقيقي مفيش شيء يقدر يمنعه، لا فوارق ماديه ولا اجتماعيه. رقم 5 معانا في القايمه وهو فيلم روميو اند جولييت، تحفه باز ليرمان. باز ليرمان في الفيلم ده عمل معالجه عصريه مجنونه جدا لواحده من اجمل قصص شكسبير. الفيلم ده حول التراجيديه الادبيه الكلاسيكيه لصوره معاصره مجنونه، لوحه مسرحيه، الوان صارخه وكادرات سريعه، كل مشهد كانه لوحه من كتاب حب وتمرد على الواقع وعلى القيود وعلى كل شيء ممكن يمنع الحب ده. انا بحب الفيلم ده لانه عمل تضاد عنيف بين اللغه القديمه الكلاسيكيه وما بين المعاصره الشديده، في الالوان وفي المونتاج وفي الاكشن وفي الحركه وفي المطاردات، ويمكن دي الحاجه اللي بتميز اصلا باز ليرمان. رقم 4 معانا في القايمه وهو فيلمي المفضل سويت نوفمبر. Spending 2 consecutive nights with the same woman or finding out this thing might not be as crazy as it seems. You defy every law of nature I know. الفيلم بيكلمنا عن نيلسون، رجل الدعاية والإعلان الناجح اللي حياته كلها شغل وبس، شخص عنده جمود في مشاعره بشكل مبالغ فيه. ونيلسون هنا بيمثل الواقع الجديد اللي احنا عايشينه، اللي اتفرض علينا كلنا، الحياة اللي بلا روح، مجرد جري وجري وجري لمجرد انك تبقى ناجح بمعايير المجتمع. في المقابل شخصية سارة، شخصية عفوية ومجنونة بتعمل اي حاجة بتخطر على بالها، عايشة اللحظة بلحظتها كأنها آخر دقيقة في عمرها. ولما الشخصيتين دول بيقعوا في بعض بيحصل تضاد عنيف جدا، والفيلم بيطرح شوية أسئلة حلوة جدا. هل الحب ممكن يكسر الجمود والبلادة اللي احنا عايشين فيها؟ هل جاذبية سارة وحياتها اللي مش مفهومة هتجذب نيلسون من العالم الموحش بتاعه ليها، وهيقدر يعرف يعني ايه فعلا معنى الحب، ولا مفيش فايده؟ الفيلم ده بالنسبه لي من اكتر الافلام اللي نهايتها مؤلمه اللي اثرت فيا بشكل كبير. رقم 3 معانا في القايمه وهو فيلم ذا نوت بوك. الفيلم بيقول لنا ان الحب مش بس شعور، ده ذاكره بتتبني، ولما بتتكسر الحب بيحاول يبنيها من اول وجديد. وده اللي بيخلي الفيلم مش بس مؤثر، ده رساله حب صادقه جدا لاي حد مر بشعور الفقدان او خايف منه. رقم 2 في القايمه وهو فيلم برايد اند بريجديس، رائعه جين اوستن العابره للعصور. الجميل في الفيلم ده انه كان مخلص جدا للروايه. الفيلم مش بس بيحكي عن قصه حب، ده بيحكي درس في الكرامه والتواضع والتغيير. الفيلم بيقول لنا ان الحب الحقيقي مش لازم يجي بسرعه ولا بالضروره يكون من اول نظره، لكنه ممكن يتبني على فهم عميق وصراع داخلي بين اللي بنفكر فيه واللي بنحس بيه. دارسي رمز للكبرياء والغرور، واليزابيث رمز للتحامل والعفويه. وببساطه الفيلم بيقول لنا ان اوقات كتير بنرفض اللي بنحتاجه بسبب حكمنا المتسرع، وان الحب ممكن ما يكملش الا لو واجهنا نفسنا الاول. ده السبب اللي خلى الروايه ومن بعدها الفيلم يعيشوا طول الفتره دي، لانهم بيقولوا ان الحب الحقيقي لازم يكون سبب في تغييرنا للافضل. واخيرا رقم 1 في قائمتنا وهو فيلم سيلفر لاينجنس بلاي بوك. الفيلم ده من اكتر الافلام اللي حبيت فيها برادلي كوبر، لانه فيلم غريب ومميز في نفس الوقت. الفيلم بيجمع بين 2 مكسورين او نقدر نقول عليهم حطام بشر. البطل بيحاول يتجاوز انهياره النفسي بعد خيانه مراته ليه، والبطله عايشه في عزله بعد ما جوزها مات. الفيلم بيقول لنا ان مش دايما الحب بيبدا من مكان سليم ولا بالشكل التقليدي، لكن ممكن يتولد من الفوضى ومن المواجع المشتركه. اللي بيميز الفيلم ده فعلا الصدق المؤلم في الشخصيات، والكوميديا السوداء وسط المعاناه، والامل اللي بيظهر وسط كل ده بدون ما يكون رومانسي بشكل مزيف. واحلى ما في الفيلم رسالته، ان الشفاء احيانا مش في العلاج، الشفاء الحقيقي في اللي يفهمك زي ما انت ويحس بيك حتى وانت مش قادر تشرح نفسك. الفيلم عن الحب الحقيقي اللي بيكمل النواقص، مش اللي بيغطيها ويجملها. بس دي كانت قائمتي، مستني تقولوا لي قائمتكم في الكومنتات، واستنوني في حلقة جديدة. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.